واش راكم يما؟ كي راكم زيناتي؟ ان شاء الله يا ربي ديما بخير وناشطين وماشطين ومهنيين ومغنيين، وربي نفرج عليكم من واسع ان شاء الله يا ربي. وقولي لي حبيبتي، ما زلتي تقلي في الزيت وتخسري صحتك وتخسري الزيت؟ رباحي اليوم جبت لك واحد العرض هايل، مقلاة هوائيه. شوفي اللي تحبي ديري فيها، ما تخليه مشوي، ما تخليه كيك، ما تخليه المقليات، المشويات، الكيكات، المادلان، يا ودي اللي تحبيه الروز كما شتي اليوم، اللي تحبيه ديري في ذي المقله. الخضره صوتي مقلي، بطه مقليه، الحميس، شويه الخضر، اللي حبيتيها حبيبتي، اللي حبيتيها نديروا فيها في ذي المقله. واليوم راحوا فرحوا معايا. اليوم يا بنت خياتي تبدا اول خطوه نحو النجاح، اللي هي مشروع عابر لنا ان شاء الله يا ربي. الف مبروك لبنتي عابر، ان شاء الله يا ربي عتبه مربوحه عليها، وان شاء الله يا ربي تدخلوا بالصحه والهنا والعقوبه مع كامل بنياتنا ووليداتنا يا بنت خياتي. المهم كملوا الفيديو، ما تنسوش الجام والكومنتير، هكذا باش نهضروا مع التالي على المشروع تاع عابر والعشاق. الاكل الصحي بدون زيت، باش نكثروش الزيت وباش نحافظوا على صحتنا. جبت لكم اليوم وصفتنا كامل في هذه المقلاة الهوائيه اللي هي صناعه المانيه. وبلا ما نهضروا على الصناعه الالمانيه، غنيه عن كل تعريف يا بنات خي. دائما نقول لكم الصناعه الالمانيه يعني غنيه عن كل تعريف في هذه الادوات الالكتروميناجي. المهم يا حبيبه قلبي، مقلاة هوائيه ولا اروع. شوفوا سهله التنظيف، يتنحى الكسكس تاعها هذاك بسهوله، تتنظف بسهوله. فيها هذاك الطابلو اللي يبين لك درجه الحراره نتاع كامل الاغذيه نتاعك، درجه الحراره والتوقيت شحال تدي، يعني سهل الاستعمال، سهله الاستعمال. المهم حبيبه قلبي شوفوا، يعني فيها هذاك مطليه بهذيك الماده الغير لاصقه للاغذيه عليها. كذلك ما ننساوش باللي هذا المقالي الهوائيه دائما نستعملوا ورق الطبخ اللي هو ورق الزبده، وهم كاين لي زاسيات ولا هذوك الطباسه نتاع اللي يتباعوا نتاع ورق الزبده. اولا ما توسخيش المقله تاعك، ثانيا ملاح صحيين، فهمتوني؟ هنا نبداو بالوصفه الاولى اللي هي عباره عن اجنحه. راكم تشوفوا درنا طوماطيش وكم تاع فلفل وبصله والثوم، نرحيوهم مع بعض. هذه باش نديروا تتبيله. هذه التتبيله مليحه لكامل الدجاج، تحبي افخاذ دجاج صغار، تحبي دجاجه كومبلي، ترفت السعه نتاع هذه المقلات الهوائيه 8 لتر، اذا ترفت لك زوج دجاجات حبيبتي، تقدر ترفت لك زوج دجاجات. وكما تعرفي بلا زيت، هكذا نستحفظوا على الزيت، ما نشوش الزيت ياسر. وثانيا يعني ناكلوا الصحي. وهذه المقلات ننصح بها بزاف اصحاب الإقامة الجامعية، بناتي ووليداتي اللي داين الإقامة الجامعية اللي ربي ينجحهم، مليحة بزاف ليهم. تسخن الخبز مثلا، تسخن لك الماكله. راك تشوفي تحبي تجيبي فيها لي ساندويتش، تسخنهم، طيب لك ساندويتش يعني بلا كثره الزيت، بلا كثره الريحه في لا شامبر، بلا، فهمتيني حبيبتي ولا فهمتني وليدي؟ يعني سهله ماهله، دير فيها كلش، دير توقيت. والميزه الشابه اللي فيها ان تطفى وحدها، يعني ديري وتنسايها ولا تلقيها تدي هذاك المومون، هذاك التوقيت وتطفى. ومن نصيحه نديروا الاغذيه نتاعنا مثلا كي نكونوا دجاج كبير، ولا مثلا افخاذ دجاج، ولا بطاطا تكون شويه عريضه، ولا نعطوها التوقيت انه من 150 درجه تاع الحراره الهوائيه، الهواء الحراري كما احنا نقولوا، ونعطوها التوقيت اكثر، مثلا على 150 دقيقه، 150 درجه الحراره، ونكثروا في الدقائق تاع الطياب. بالنسبه للحاجات اللي يدوا الوقت، الحاجات الكبار، الحاجات الخشان اللي هكذا، باش نضمنوا بلي طابونا من الداخل، فهمتوني؟ اما باقي كيما الحوت، كيما شرائح اللحم، كيما الدجاج مفور، كيما يطيبوا لك ليه، فهمتيني حبيبتي؟ وهنا تشوفوا كل شيء عابر. دير درجه الحراره اللي طيبت بها هذه الوصفه تاعنا، ودير لكم التوقيت تاعها، كل شيء راه باين. هنا دائما درنا فيها الخضر، درنا فيها اجنحه راهي طيب بعد ما ماريناهم في هذيك الماريناد، ودرنا الخضره نتاعنا راهي تفور باش نسهلوا بالخف طيب لنا، نحمروها بالخف في هذه المقلاة. وهنا راح نديروا الرز. اولا نحمصوا هذيك الشعريه ولا الشوربه تاعنا. هنا نجيو للكيكه، درنا البيض، نديروا هنا السكر كما شتي، نديروا لا فاني هكذا ملعقه صغيره فاني،
ونخلطوه غير بحبيبه بيض، غير بحبيبه بيض حبيبتي. وتجيبي هذو الريزاسيات تاع الالومنيوم ثاني ملاح، تفرشيهم كيما انا عابر فرشتهم كامل ورق الطبخ. نجيبو هنايا كذلك الحليب، كأس الا ربع حليب كما شتي. ها بنيه يا اختي واش تنزيدو ثاني سامي، اش تنزيدو ونضيفو هنايا اذا نص زيت، نصف الكاس تاع زيت. وقهوتنا يا اختي حاضره، بسم الله على بركه الله، اللهم صل على النبي سيدنا رسول الله عليه الف الصلاه والسلام. زيدي لنا سامي. نخلطوا هذيك الكيكه تاعنا، هنا نشوفوا هذيك الدجاج تاعنا، شوفوا ما شاء الله تحمروا وطابوا يغيروا حبه قلبي. شوفوا لذاك هنايا عابره يتقلب فيهم باش يطيبوا على الاخرى. بالنسبه لعشاق زيت الزيتون، دائما كي تحبي هذه الاغذيه تجيك زيت الزيتون، نرشوا عليهم شويه زيت الزيتون، مثلا نديروا في البخاخه وترشي هكذا، ولا ديري شويه زبده ولا باش ما يجوكش ناشفين، باش يجوك مقرمشين ويجوك شابين حبيبه قلبي. خير من الزيت، خير من المقله تاع الزيت. رانا دائما نجتهدوا اننا نقصوا الزيت. هنا بعد ما نزيدوا دوك نبداو نديروا في الفارينه نتاعنا وساشي نتاع خميره الحلويات. هذه الوصفه تقدري ديريها كاب كيك في الاخرين تاع الكاب كيك، لي كيسات تاع الكاب كيك. تحبي ديريها كيما احنا هكا في سنيوه واحده، السنيوه هذوك اللي يقدروا يدخلوا للداخل، فهمتيني حبيبتي. المهم ونصير كل شيء مع بعض هكذا ونخلط. كما تعرفوا دوكا وليداتنا يدوا اللمجه كاب كيك بالخف ديري 6 حبات ولا في خطره وطيبيهم له، يعني ما يدوا وقت ما يدوا جهد، بالخف فهمتيني حبيبتي. في بلاصه ما ديري في الفرن وتشعلي الفرن ديري غير هنا يا حبيبتي وبالخف. هذا الادوات المنزليه الالكتروميناجي هذو يسهلوا. هنا درنا شويه تاع الخل، هنا قلت لكم يسهلوا على المراه، يعني ماشي بالخساره. يعني كل دار هذا كي تكون هذه النقلات الهوائيه في الدار، كما انا ولادي ينوضوا الصباح يروحوا يسقاو يجيبوا التوست مثلا هذاك ولا الباندومي، يسخنوا يديروا فوقه زبده، يديروا فوقه معجون، يديروا فرماج ومعجون زيت الزيتون، فهمتوني؟ يسخنوا وياكلوا ويشربوا قهوه ويروحوا. وديفو ثاني ما نكونش هنايا مثلا في الدار يتجبدوا الفرماج، يتجبدوا شرائح نتاع تاع الداند، يشروا شرائح الداند، يشروا دجاج ويديروا لداخل، يديروا لها المارينه تاعها الزيتون وملح وفلك حلو ويشووها لداخل، ويشووا الخبز التوست ويديروا فما ويتغداو ولا تعشاو، فهمتوني حبه قلبي. هنا شوفوا طابوا ما شاء الله، رانا غير هكذا باش نحب لهم هذيك، هما طايبين ما شاء الله، نحب ديك لا كولور نتاعهم. درنا لهم هنا شويه تاع الزبده من الفوق، تحبي بس الزيتون تحبي زبده هكذا باش يتحمروا مليح. شوفي وها هي شوفوا الدرجه دائما كما تحبي. هنا نجيبوا الكلاصاج تاعنا، درنا بو تاع فرماج هذاك سويس كما احنا نقولوا فرماج هذا، وزدنا وشويه تاع شوكولا هكذا باش نديروا الطليه للكاطو نتاعنا او للكيك تاعنا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي سيدنا رسول الله. شوفوا لي ذاك الزين، شوفوا لي يا بنات وخياتي طابوا وما شاء الله، وبقات الدنيا نقيقيه. شوفوا داخل المقلاة مقيه حبه قلبي، يعني تقدري تمسحيها برك، تقدري ما تمسحيش هكذاك. يعني هذه المقلاة الهوائيه تلمو نديروا فيها هذو الامور، هذو لي كيس لي طباسه نتاع البابي نتاع ورق الزبده ولا هذا، ونفرشوهم بورق الزبده باش يولوا صحيين. اذا ما نغسلوش دائما. احنا يا حبه قلبي ذوبنا الشوكولا نتاعنا اللي نديروها فوق الكيك تاعنا بعد ما نخرجوه. ما شاء الله شوفوا الكيكه تاعنا طابت، وذوك عابر تجربها بالكيردون طاب. شوفوا يخرج الكيردون ناشف ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا لي ذاك الزين.
وبالك ويا مطوفات كملوا الفيديو باش نهضروا على مشروع اللي فرحانين به حبيبه قلبي. الله يا ربي يقد لكل وحده فيكم ان شاء الله يا ربي ايت الرزق لكل وحده فيكم. وهكذا حبيبه قلبي باش نهضروا باش نقولوا باللي الطلاق ما يحبش ما عنده الانسان، هو نقطه انطلاقه كما احنا نقول لكم. فهمتوني؟ مادام الانسان عايش وعنده امل يسعى في هذه الدنيا ويسعى بما يرضي الله، دائما سطروا هذه الكلمه بما يرضي الله. هنا حبيبه قلبي درنا ذاك الرز تاعنا يطيب، درنا له المتوك، درنا ديك الشعريه تتحمر باش نديروا فيها دوك تشوفوا الرز. وهنا نسقيو الكيكه تاعنا بشويه تاع حليب، تحبوا تسقوها حليب وقهوه عادي اللي يحبوا ذوق القهوه، ونفرشوا لها هكذا. لازم يكون الحليب بارد، الكيكه سخونه والحليب والقهوه باردين. هكذا دائما كي نسقيو الكيك تاعنا اي كيك يكون الكيك سخون والحليب بارد ولا القهوه بارده، او العكس والعكس صحيح ما احنا نقولوا. هكذا حبيبه قلبي هنايا تزينيها بالكاوكاو كونكاسي ولا باللوز ايفيلي مقلي وكونكاسي، يعني انت وما تبغي. هنا الفيرميسيل تاعنا تحمرت، نديرو الرز تاعنا بعد ما نكونوا شوفي كنا غسلناه هكذا، نحينا له ذاك النشا، نضيفوا له الماء. وكل رز كيفاه، كاين الرز اللي كاس ب3 كيسان ماء، وكاين رز كاس ب2 كيسان ونص ماء، وكاين كاس ب2 كيسان تاع ماء، كل رز وكيفاه. اذا هنا درنا 2 كيسان تاع الماء، هذا الرز درنا له 2 كيسان تاع ماء، نديروا له الزيت ونديروا له الملح واي نكهه تحبيها، قرنفل تحبي قرنفل، تحبي وفلفل اسود، ونزيدوا ملح وقرنفل فلفل اسود، هذو هما حبيبه قلبي. اذا كيما تحبوا الرز هكذا نخلطوهم شويه ونغلقوا غير بالعقل باش ما تتشلفقناش، ونخلوها تطيب حتى يطيب ويتفلفل. اذا حبيبه قلبي كل شيء راه واضح كما كتشوفي. الخضره تاعنا بعد ما فورناها كما شتي، فورناها بشويه تاع الملح، نجو هنايا نديروا لها ثاني شويه تاع الزيت، نديروا لها المارينات تاعها اللي هي زيت والاخر زيت وملح وثوم. لا الملح درنا، استغفر الله يا ربي. اذا درنا نديروا زيت فلفل اسود وثوم وشويه تاع الخل ولا قارص ولا هكذا، وتحبي كمون، تحبي كل واحد واش يحب. زدت ضفتها شويه ملح هكا بتجيني شابه، خاطش الملح كي ندير الخضره ندير غير شوي، من بعد في التتبيله ندير فهمتوني. تحبي هنايا ديري تابل كمون، تحبي تابل الشواء، كل واحد باش يحب. اذا فلفل الكحل والملح هو الثوم، تضيفي التوابل اللي حبيتيهم هكذا، نرشوهم هكذا. هنا تحبي رانا نفرشي لها لتحتها، تحبي دير لها في ذاك الصحن قلت لكم افضل، هذاك الصحن تاع ورق الزبده افضل. ونديروهم هاك تشوفي، نديروهم يطيبوا. شوفوا بعد ما تحمروا ويجوا ما شاء الله. هنا نحمصوا كذلك فيها شويه تاع لوز ايفيلي باش نزينوا الكيكه تاعنا. شوفوا هنا، شوفوا تحمص. تحبي اذا تقدري تحمصي فيها الكاوكاو، تقدري تحمصي فيها الجلجلان، تكوني مستعجله تكوني بالخف شويه جلجلان وديريه لولادك في الياغورت ولا اذا بالخف. وانا شوفوا الخضره نتاعي طابت تحمرت وجات تغير حبيبه قلبي، جات كروستيونت وطريه ما شاء الله. الرز تاعنا شوفوا شرب ذاك الماء، شوفوا جاي يغير. وهذو هما وصفاتنا لنهار اليوم، ومازال ان شاء الله نديروا فيها وصفات في اي الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اذا هذا هو، اذا اليوم وصفاتي كامل برعايه المقلاة الهوائيه هينريش ماركه المانيه. اذا غوبا غارني كما حنا نقولوا غوبا كومبلي
فيه كلش، فيه الرز، فيه الدجاج، فيه الخضار، فيه الكيكه. اذا بالمقلاة الهوائيه درنا كامل هذه الوصفات، ومازال ان شاء الله نديروا وصفات اكثر، وصفات حلويات زائد، ولا وصفات حلوين ولا وصفات مالحين، كامل نديروهم في المقلاة الهوائيه اللي هكذا باش نستحفظوا على صحتنا، وباش نقصوا من الزيت، وثاني باش الطبخ تاعك يكون بالخف وسهل وسريع. شوفوا جا واحد الذوق فيهم ولا أروع، ولا أروع حبة قلبي. بالنسبة للناس اللي يحبوا يعرفوا شحال فيها من واط، كيما انا كنروح نشري ولا كي نسقسي ولا على هذو تاع الالكتروميناجي، هذو نسقسي دائما على الواط. اذا فيها 1800 واط، فيها الاخر الحراري تاعها 1800 واط. اذا نشوفوا البلات تاعنا جاهز، جا ما شاء الله جا روعه. بالنسبه للناس اللي يحبوا بزاف المراقي، يخلوا في الدجاج يديروا شويه تقريبا ربع كاس ماء ولا، باش يدير لهم هذيك المرقه اللي هذه لولادي ولا البنات اللي في الاقامه، ولا باش يسقوا. كاين ناس يحبوا يسقوا، وكاين ناس اللي يبريباروا المايونيز مع الياغورت، يديروا صوص ميزون، يعني كل واحد واش يحب. شوفوا لي ديك الكيكه جات تتغير، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، طيبه روعه روعه حبه قلبي. اذا هذو كامل درناهم في المقلاة الهوائيه هنريش. وبالنسبه راني فرحانه اليوم يا بنات وخياتي، فرحتي ما يسيعاني. عابر فتحت مشروع اللي ان شاء الله يا ربي ايه الرزق، وربي ان شاء الله ينجحها فيه، وربي يبارك لها ان شاء الله في رزقها. العاقبه مع بنياتنا كاملين ووليداتنا، ربي يفرحهم. حبه قلبي هكذا باش نقولوا باللي الدنيا ما تحبش عند حد، الدنيا دائما تمشي، ودائما احنا نشجعوا الرزق الحلال الطيب، ودائما ننصحوا بنياتنا ووليداتنا، نقولوا امشوا في هذه الدنيا بما يرضي الله، وربي ما يخليش عبده ما يغلق باب حتى يفتح 1000 باب حبة قلبي. والله العظيم غير ربي سبحانه دائما يطبطب علينا ويقول لنا راني هنا كونوا معايا صادقين، مش وراني هنا. هذه يا حبة قلبي راني فرحانة بزاف اليوم. ولمعرفة أكثر عن المشروع تلقاوها في قناة عابر إن شاء الله يا ربي. ادعوا لها حبة قلبي بالخير. جمجمولي سلام.